من قلب معابد كيوتو في اليابان لحد منيو اغلى الكافيهات في نيويورك ودبي، شاي الماتشا بقى ترند الصحه دلوقتي. المشروب الاخضر اللي كان بيتشرب في صمت وتامل بقى دلوقتي رمز الرقي ومصدر صداع لليابان. الماتشا مشروب ياباني قديم، زمان كانوا بيشربوه في المعابد قبل جلسات التامل الطويله عشان يصحصح الدماغ ويهدي الاعصاب. لكن الدنيا اتشقلبت ودلوقتي الماتشا بقت بتتقدم في كوبايه بلاستيك جنب السينامون رولز وتحتها هاشتاج هيلثي لايف ستايل. السوشيال ميديا عملت منها ترند وقالوا انها بتطول العمر وبتحرق الدهون وبتخلي بشرتك تنور، وبقت بتدخل كمان في تصنيع الحلويات ومستحضرات العنايه بالبشره. ومن هنا الطلب زاد جدا والاسعار زادت 15% من اول السنه، لدرجه ان اليابان نفسها مش ملاحقه. في 2023 صدروا اكتر من 4000 طن ماتشا، وده 3 اضعاف اللي كانوا بينتجوه من 10 سنين. بس هنا تبدا المشكله. زراعه الماتشا هي عمليه مرهقه، وده من اسباب نقص الانتاج، لان النبته الجديده بتحتاج 5 سنين عشان تنضج. كمان الماتشا بتحتاج تظليل وقطف وتجفيف وطحن، وكل ده بيتم يدوي مش اوتوماتيك. ده غير شيخوخه المزارعين اللي قل عددهم من 53,000 في سنه 2000 ل 12,000 بس في سنه 2020. يعني الطلب بيزيد والايد اللي بتشتغل بتقل، وده ادى ان في دول دلوقتي بتقلد وبتبيع لك ماتشا بجوده اقل. والخبراء بيقولوا ان الحكايه كلها ان الناس ربطت الحياه الصحيه في اليابان وطول عمر السكان بشرب الماتشا مش اكتر. فتفتكر صناعه الماتشا هتتراجع بمجرد ما الترند يخلص؟